أننا أول بلد إفريقي عربي كيمر النصف النهائي، ولكن قد أختلف في مصطلح المعجزة، فهو ليس بمعجزة، هو ناتج على عمل جبار، على صيرورة ديال العمل اللي عطى الأكل ديالو بكل بساطة. أي عندي عمل غادي نوصل، نقدر نستعمل المصطلح ديال النجاح أحسن من الفوز، لأن النجاح، الكلمة ديال النجاح هي نابعة على واحد العمل، على واحد الخدمة. الفوز فهو لحظي، الفوز فهو لحظي، يقدر يكون ناتج على الزهر، نجاح ديال مجموعه ديال الناس اللي خدمات في الكواليس من جميع النواحي اللي وصلنا لهذا الانجاز، واللي خاصو يكون طبيعي، خاصنا نحسوا به بانه طبيعي، ليس شيئا فوق العاده. خدمنا غنوصلوا بكل بساطه. نحن ك ك ك كانسان عندنا واحد النزعه ديال الانتماء، يعني هو شيء غريزي فينا ككائنات اجتماعيه، اي خاصنا ضروري نحسوا بالانتماء لفريق ما، الانتماء لمجموعه ما. يعني الى ردينا البال وحللنا بطريقه موضوعيه، يعني الجماهير لقاو ناس اللي ما كيفهموش في الكره، الناس اللي قدر ما عمرهم تفرجوا في الكره، ولكن الحب الانتماء وذاك النزعه ديال الانتماء هي اللي خلاتنا اننا بكل بساطه كنقولوا ربحنا خسرنا، ولكن حنا راه ماشي حنا اللي لاعبين، ولكن لو في ديال انني انا انتمي الى ديك المجموعه، كتفرز ليا الهرمون ديال الدوبامين في الدماغ، اللي هو هرمون ديال السعاده اللي غالي. الدماغ ديالنا ما كيفرزوش بسهوله، هو ثمنه غالي، يعني خاصك تخدم عليه باش الدماغ ديالك يفرزو، وكيتفرز في دوك اللحظات. لان بكل بساطه خاصنا نحسوا براسنا كنتميو. والفوز والحاجه للنجاح، الشعب المغربي محتاج انه يحس بانه قادر ينجح باش نقدروا نزيدوا لقدام. راه كاين كاس العالم في جميع لي دومين، ودابا جا واحد السيد اللي قال لنا بلي راه حنا قادرين، كما قادرين نوصلوا للنصف النهائي ديال كاس العالم، راه قادر نوصل للحوايج اخرين على المستوى الفردي ولا على المستوى ديال يعني الثقافه الجماعيه. وحنا فتنا دابا المرحله ديال الامل، حيت واحد الوقيته كنا في المرحله ديال الدعاء، شويه دزنا المرحله ديال الامل، دابا في الثقه في النفس. الشارع المغربي كلشي كيقول لك غنغلبوا فرنسا، واش غنغلبوها ولا لا الله اعلم، ولكن دزنا الامل، ولينا حنا كاينين عندنا الثقه في النفس. شكرا سي ياسين. سي البلعمشي، جلاله الملك تلقى تهاني ملوك ورؤساء عدد من الدول بمناسبه المغربي كان كيقلب على الفرحه ولقاها، يعني كاينه واحد العطش كما قال الفرحه، يعني كاين واحد الحاجه غريزيه للسعاده والفرحه والانتماء. وكاس العالم جا فقط بين لنا بان الشعب المغربي الا دورتيه وعطيتيه حس الانتماء وخليتي انه عارف بانه راه غادي ينجح. حاليا عندنا هذا المشروع، هو مشروع فلسفي اجتماعي بسيكولوجي، تنقولوا باللي راه فلان خدم وخدم وخدم، راه الركلاكي دار وداز مع الوداد وطلع وكذا، راه وصل، حتى انت تقدر توصل وحتى الاخر يقدر يوصل. خاصك غير نعرف شنو كندير ونحلم باش نوصل. يعني هاد الفرحه اللي كنحسوا بها دابا خاصنا نستثمروها، لا من الجانب السياسي، لا من الجانب الاجتماعي، لا من الجانب الثقافي، ونروجوه. التسويق راه ماشي حشومه، خاصنا نسوقوا لراسنا، خاصنا نسوقوا المغرب ديالنا ولا مغربيت ديالنا بجميع اطيافها عن طريق كره. دابا عندنا سبب، عندنا واحد لو تيتر اللي نقدروا نستعملوه، المغرب دا كاس العالم مثلا، المغرب في نصف النهائي، خاصنا نسوقوا ليها باش نقدروا ونوصلوا الميساج. لانني انا كمغربي كنشوف راسي في الركراكي، واي واحد مهما كان النيفو ديالو، يعني من تحت حتى الفوق في المغاربه، كيشوف الركراكي باللي راه شنو الفرق بينه وبينه، يعني ولا بانون ولا يعني هذا المعطى هذا خاصو يتستثمر، حيت ممكن نستعملوه يعني من الجانب البيولوجي. الحاجات الغرائزيه والبيولوجيه اللي عندنا، الانتماء لواحد المجموعه معينه، يعني نقلب على السعاده في شي حوايج اللي هما عندهم واحد الانتاجيه على المستوى الدوله. وهذه النقطه هذه خصنا نوصلوا ليها. هذا دليل على شيء ان المغرب كله خرج. كاين كاع اللي ما تفرجش في الماتش، كاين اللي خدام ما تفرجش في الماتش، جا سبب الفرحه علاش ما نفرحش. دونك بطبيعه الحال هذا الجمهور هذا غادي يمشي لقطر واخا يمشي على رجليه، كاين واحد السبب باش نفرح علاش ما غنمشيش. حنا كنشوفوا الناس في جاكرتا تيقلبوا على حس الانتماء فينا، تيقول لك انا مسلم غادي نفرح، والله تنفرح حيت فقط لقى سبب ديال الانتماء. نعم. دونك خاصنا نستثمروا هاد النقطه هذه، خاصنا نمشيو بعيد من وراء كاس العالم، ماشي فقط كاس العالم. وصلنا لواحد النقطه خاصنا نزيدوا. دابا مثلا كاس العالم الجاي ما غنرضاوش بالثمن، ولا دابا شي حاجه طبيعيه اننا نوصلوا للربع ولا نوصلوا للنصف. تخيل معايا كون ولا شي حاجه طبيعيه انني نخرج الزنقه ما نلقاش الزبل، ولا انني نقطع الشارع في الممر الجيلين وما يكلكسوني عليا حتى شي واحد، حيت ولات الطبيعه، ولات هو الستوندار، هو البيز لاين، ما خصناش نهبطوا عليها. صافي. دابا تخيل معايا دابا كاس العالم الجاي لو وصلنا للربع غنكون مجموعين دابا، غيكون امر عادي طبيعي. علاش غنتجمعوا؟ راه ديجا درناه،
يعني خاصنا نبداو دابا يلاه وصلنا للزيرو ونزيدوا.